هنعمل النهاردة البانيه الكداب او بديل البانيه. هينفع جدا للولاد اللي بيحبوا ياخدوا بانيه معاهم في اللانش بوكس، هينفع جدا للفطار. اولادك هيحبوه جدا وممكن جدا شيليه في الفريزر على القلي على طول. ويلا بينا نشوف طريقته. اول حاجه هنجهز الخلطه اللي هنعمل بيها البانيه بتاعنا. هنجهز 3 معالق من الدقيق، 3 معالق من الفيجيتار الحار او اي بقسماط متبل، معلقتين من النشا، توم باودر، ملح، فلفل اسود، بابريكا. كل التوابل دي احنا بنحطها بكميات حسب الكميه اللي احنا هنستخدمها. كوبايه من الميه، وهنقلب كل الخليط ده مع بعض كويس جدا لغايه ما يكون القوام بتاعنا متوسط كده، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. عندنا بقى قطعتين من البطاطس، ويفضل تكون البطاطس بتاعتنا طويلة، تقشريها وتغسليها كويس وتقطعيها سميكة بالسمك اللي احنا شايفينه قدامنا في الفيديو دلوقتي. وضروري جدا تكون سميكة مش رفيعة عشان تستحمل كل اللي هنعمله فيها دلوقتي من سلق وقلي وكل الكلام ده، متتكسرش مننا بسهولة. هنجهز بقى مية مغلية على النار، وهننزل بالبطاطس بتاعتنا وهنسيبها لمدة 5 دقايق كده على النار في مية المغلية لغاية ما تبتدي تدخل في السوا. بعدين نطلعها على مية باردة، نجيب طبق مية باردة وياريت تكون ساقعة من التلاجة، ونبتدي ننزل فيها البطاطس عشان تبرد على طول، وعشان البطاطس بتاعتنا ما تتهريش مننا، ونفضل نقعينها في المية الساقعة شوية لغاية ما البطاطس تبرد. كده انا جهزت كل المكونات بتاعتي، الخلطة اللي انا عملتها والبطاطس بتاعتي. هجيب بقى كريسبي او اي بقسماط مطحون، بس الكريسبي طبعا افضل لان هو بيخليها مقرمشة جدا وبيخليها شكلها عامل كده زي البانيه بتاع المصانع او اللي بنشتريه من بره، اللي هو الاكياس الجاهزة بيبقى شكله بالظبط. فيفضل جدا ان احنا نجيب الكريسبي. هنجيب البطاطس بعد ما نقعناها في المية الباردة، هنصفيها من المية كويس جدا، ونبتدي ان احنا ننزلها في التتبيلة اللي احنا عملناها، وبعدين ننزلها في الكريسبي بتاعنا او في البقسماط المطحون او في خلطة الفيجيتار، اي حاجة. شوفي انتي بتحبي تعملي البانيه بايه واعمليه بيها، بس زي ما قلت لكم يفضل الكريسبي عشان تفضل البطاطس بتاعتي مقرمشة بجد، بتطلع مقرمشة قوي، وعلشان تبقى شبيهة للبانيه فعلا. بعد ما نخلصها نخلص الكمية ونحطها في التلاجة تتماسك لمدة نص ساعة، وبعدين نبتدي ننزل بيها في الزيت السخن زيها زي البانيه. طبعا هي البطاطس مستوية، تعتبر شبه مستوية من جوه، في مجرد انك بتنزليها في الزيت السخن وبتاخد كده لون بتطلعيها على طول كده هي بتبقى استوت، لان انتي اوريدي اصلا انتي مسوياها قبل كده في المية المغلية، فمش بتحتاج انها تقعد كتير جدا في الزيت. كده انا البطاطس بتاعتي جهزت، بجد هتعجب ولادكم جدا جدا، هي طعمها في منتهى الجمال. يعني طبعا هي مش بانيه او مش فراخ، ومش هيتخدعوا ان هي فراخ، بس هي كبطاطس طعمها حلو جدا. يا ريت تقولي في تعليقاتكم اذا كانت عجبتكم ولا لا.